في الفيديو ده هشارك معاكم وصفتي المعتمدة ببسكوت العيد، وهنحضره بأسهل طريقة. هنحضر بسكوت الزبدة الفاخر، وفعلا لو أي حد أول مرة يدخل المطبخ هيطلع معاه ناجح من أول مرة، وبإضافة المكون السري هيطلع بالظبط نفس بتاع المحلات. استخدمت 200 جرام من السكر الباودر، والسكر لازم بعد كده بننخله قبل ما نضيفه على باقي المكونات، ومعاهم استخدمت 700 جرام من الدقيق اللي استخدمته كان دقيق زيرو. يفضل انكم اما تستخدموا دقيق كحك وبسكوت او دقيق زيرو، واستخدمت معاهم 500 جرام من الزبده وثلاث حبات من البيض. يفضل انكم تستخدموا 2 مش 3. واستخدمت معاهم باكيت من الفانيليا. بعد كده ببتدي ان انا اشيل 3 معالق من الدقيق وبستبدلهم ب3 معالق من الكاسترد، واذا مش متوفر الكاسترد تقدروا تستبدلوهم ب3 معالق من النشا، لكن الكاسترد بيدي للبسكوت لون مميز قوي، وكمان بيدي له طعم حلو جدا، بيكون نفس البسكوت اللي بنشتريه من المحلات والمخابز بالظبط. بعد كده بنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، وبضيف معاهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه من الملح، وبقلبهم مع بعض كويس جدا لغايه ما بتاكد ان كل المكونات دي امتزجت مع بعض، ودي كده بتكون المكونات الجافه بتاعتنا. ونيجي لاهم خطوه في البسكوت واللي بتفرق فعلا اذا كان هيطلع هش ومقرمش ولا هيطلع مكتوم، خطوه الزبده. اول حاجه خالص الزبده لازم تكون بدرجه حراره الغرفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سواء كنت بعجن على ايديا او حتى في العجان او حتى بالمضرب اليدوي، وابتدي ان انا اخفق الزبده كويس جدا بالمضرب لغايه ما بوصل للقوام الكريمي الهش ده، وبستمر في الخفق تقريبا من 7 ل 8 دقائق على سرعه عاليه. وطبعا طول ما انا شغاله لازم بنزل الزبده اللي بتيجي على اطراف العجان علشان كلها تبتدي انها تتخفق مع بعض كويس جدا. الخطوه دي من اهم اسباب نجاح البسكوت، ادوها وقتها كويس جدا. لو انتوا بتشتغلوا على ايديكم اشتغلوا شويه ورواحوا شويه لغايه ما بنوصل لقوام كريمي هش اقرب لقوام الكريم شانتيه. في الوقت ده بكون خلاص الزبده بتاعتي اتخفقت كويس جدا. في الوقت ده بضيف السكر الباودر، وسواء كنت نخلاه قبل كده او حتى ان انا ما نخلتوش ببتدي ان انا انخله تاني قبل ما بضيفه على الزبده. بعد كده ببتدي ان انا اخفق السكر مع الزبده كويس جدا، وده بياخد معايا تقريبا في العجان من 7 ل 8 دقائق، وبستمر في الخفق لغايه ما بوصل لقوام كريمي هش. انتوا خطوه خفق الزبده لوحدها الاول وخطوه خفق الزبده مع السكر وقتهم خالص لغايه ما بنوصل للقوام الكريمي ده، لان ده اساس نجاح البسكوت. واول ما الزبده والسكر بنوصل في الخفق بتاعهم للقوام الكريمي الهش، ببتدي ان انا انزل بالبيض بتاعي بيضه بيضه. بنزل ببيضه واحده واخفق، وبعد كده ابتدي ان انا اضيف البيضه الثانيه. وطبعا طالما اضفنا البيض بنضيف الفانيليا. والمكون السري اللي استخدمته النهارده كان اسانس الحليب، وفعلا نقل البسكوت بتاعي نقله تانية خالص كاني كنت مشترياه من افخم المحلات. وبعد ما بنضيف البيض ببتدي بعد كده ان انا اخفق البيض كويس جدا مع الزبده والسكر لغايه ما باقي المكونات بترجع انها تمتزج مع بعض كويس تاني. في الوقت ده ببتدي ان انا انزل بالدقيق بتاعي كله مره واحده، وطبعا هنا بيكون ده ميكس الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح. وفي الخطوه دي انا مش بعجن، انا بس بقلب لغايه ما المكونات بتتداخل مع بعض. وهنا غيرت الاتاتشمنت من المضرب او الويسك للاتاتشمنت بتاع الكف، وابتدي بعد كده ان انا ادخل كل المكونات مع بعض لغايه ما بنوصل للقوام ده، بيكون فيه تلزيقه خفيفه كده. وده التيب اللي انا استخدمته النهارده وانا بشكل البسكوت. والتيب ده بيكون فيه منه اكتر من مقاس واكتر من شكل. انا استخدمت اللي هو من ناحيه شبه المشط ومن ناحيه تانية بيكون ممسوح. وببتدي بعد كده ان انا اشكل البسكوت بتاعي بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبستخدم فيها الصواني اللي بتكون فاتحه. وطبعا يفضل الصواني الالومنيوم، مش بستخدم فيها خالص الصواني الغامقه او التيفال، لانها بعد كده بتوصل درجه الحراره بسرعه جدا والبسكوت بيتحرق. طبعا البسكوته يفضل انها تكون سميكه شويه، بتكون محمله وسميكه كده، لان بصراحه البسكوته الرقيقه دي بتكون بتنشف وبيكون ملهاش طعم. بعد كده ببتدي ان انا ادخل البسكوت بتاعي على فرن على درجه حراره من 160 ل 170. حراره الفرن وتسويه البسكوت بيعتمد على حراره الفرن عندكم، يعني اذا انتوا عارفين ان الفرن عندكم عاليه فبتقدروا بعد كده ان انتوا تنزلوا درجه الحراره لغايه 160. لكن اذا انتوا عارفين ان الفرن برد عندكم ما بتعلاش قوي، بتقدروا ان انتوا بعد كده ترفعوا درجه الحراره لغايه حتى 200. ولازم بنكون ملاحظين البسكوت طول ما هو في الفرن، اول ما بيبتدي ان هو ياخد لون ذهبي من تحت بنبتدي اننا نطفي من تحت وبننزله على الرف اللي تحت، وبنبتدي بعد كده اننا نشغل الشوايه. وطبعا مش بفضل اننا نطلع البسكوت من الفرن وهو لونه فاتح، لان البسكوت لما بنطلعه لونه فاتح بعد كده بيطرى وما بيكونش افضل حاجه. وشوفوا ما شاء الله قد ايه البسكوت واضح عليه ان هو هش ومقرمش، وكان طعمه تحفه حقيقي. لو حضرتوه حقيقي حضروا الوصفه دي بكل تفاصيلها مش هتغيروها ابدا. هو واخد لون موحد من كل النواحي ولون ذهبي وكان خطير جدا. وطبعا ريحه الخبز في البيت ملهاش حل، اول ما بيطلع من الفرن بتبدا كلكم وكل الناس اللي في البيت بتفضلوا ان انتوا تاخدوا منه. على فكره مش بيتفتفت اول ما بتاخدوا منه اول ما بيطلع من الفرن ولا حاجه، تقدروا ان انتوا تاخدوه من الصاج حتى اول ما بيطلع. طبعا يفضل ان انتوا تسيبوه في الصاج مثلا من يعني 4 ل 5 دقائق، لكن بصراحه انا مش بستنى عليه. طيب بالنسبه لتخزين البسكوت، اذا انتوا هتعملوا كميه مثلا لو حتى حابين تعملوه من دلوقتي لغايه العيد ولا حاجه، يفضل اننا نخزن البسكوت في علب محكمه. يعني العلبه تكون محكمه ما بتدخلش للبسكوت اي هواء، لان البسكوت اول ما بيتعرض للهواء بيطرى. ولو انتوا مش متاكدين قوي ان العلب بتاعتكم مش محكمه وممكن تدخل هواء للبسكوت، بتبتدوا بعد كده ان انتوا تغطوا العلبه من بره بكيس بلاستيك كده قبل ما بتضيفوا الغطا، بحيث ان هو يضمن لكم ان الهواء مش بيدخل للبسكوته خالص. واهم نصايح او تريكس اقولها لكم قبل ما نقفل الفيديو، ان الزبده لازم تكون بدرجه حراره الغرفه.
اذا قدرتوا تستخدموا قصنص الحليب استخدموه، طبعا بيفرق جدا في الطعم والريحه بتاعه البسكوت جدا كانكم مشترينه من بره. حافظوا على البسكوت في مكان ما يكون محكم ما فيهوش هوا. ولو دي اول مره ليكم هتجربوا البسكوت، جربوا في الاول حتى في نص كيلو. في الوقت ده هتقدروا ان انتوا تختبروا الزبده بتاعتكم والفرن، وهتقدروا ان انتوا كمان تختبروا التشكيل بتاعكم. بعد كده صدقوني هتعملوه في منتهى السهوله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وقولوا لي حابين نعمل ايه كمان من نواعم ومقرمشات العيد.